يا جماعة الخير، تخيلوا مباراة كاملة بدون أهداف، وقت أصلي كامل ما في شيء، وقت إضافي أول 0، الدقيقة 119 لسه ما صار شيء، والناس قاعدين يقولون يلا نروح لضربات الجزاءات. لكن انتظروا، الدقيقة 119 يا شباب، يعني باقي دقيقة واحدة بس على نهاية الوقت الإضافي الثاني. الجزائر والكونغو الديمقراطية في ملعب مولاي الحسن بالرباط، المدرجات تصيح، القلوب واقفة، والكل يستعد لضربات الترجيح. الكونغو مسكر الدفاع مثل الحصن، الجزائر مستحيل تدخل الكرة، والساعة تك 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 تك. وفجأة الدقيقة 90+29 من الوقت الإضافي الثاني، اللاعب عادل بولبينة يطلع من العدم مثل البطل الخارق، يستلم الكرة، يدور، يصوب، جول! الملعب انفجر، الجماهير طاروا من الفرحة، حرفياً آخر دقيقة في المباراة كلها. يعني نفهم الوضع صح، الفريقين لعبوا 90 دقيقة كاملة 0-0، لعبوا 30 دقيقة إضافية كاملة تقريباً برضو 0-0، والكل يقول خلاص انتهت. لكن لا يا حبيبي، الجزائر قالت إحنا ما نحب ضربات الترجيح، نبي نحسمها بأسلوبنا، وحسموها في آخر لحظة ممكنة. يعني لو تأخروا 60 ثانية بس كان الموضوع راح للجزاءات. هذا اسمه توقيت هوليوودي يا جماعة. والحين الجزائر متأهلة لربع النهائي، وتعرفون مع مين الموعد؟ السبت الجاي الساعة 6 مساء بتوقيت الخليج. الجزائر اللي فازت بهدف في آخر نفس ضد نيجيريا العملاقة صاحبة التاريخ والنجوم. يا ترى الجزائر بتكمل مسيرة الأبطال ولا نيجيريا بتوقف الحلم؟ اشتركوا في القناة عشان تعرفون النتيجة قبل كل الناس، وتعالوا بكرة عندنا أخبار كروية نار ما تتفوتكم. نلقاكم.